النهارده عايز اتكلم في حل بسيط بالنسبه للمشكله اللي بتواجه الناس اللي عندها ذكوره بتروق. عارفين كده حل المشكله عامل زي ما يكون عندك جهاز عطل مره واحده وبتفكه وتشيل التراب اللي من عليه يشتغل تاني. بالظبط لما تلاقي ذكر بيروق، زي مثلا الذكر، شايفين الذكر التكسان ده؟ اكبر لكم عليه الكاميرا شويه اهو. الذكر ده كان في العين دي، ده مكانه. طبعا زي ما انتم شايفين الطاجن متشال منه والاكل والاكاله المهم، عشان ما اطولش عليكم، الذكر ده اول شغله صغير في السن، خلص ريش واشتغل، فطبعا كده ما بيعانيش من اي مشاكل غالبا يعني. المهم الذكر ده روق معايا. حله ايه؟ اول حاجه بنعملها بنمسك الذكر والطيره. نمسك الاول الذكر، نحط ايدينا على فتحه المخرج دي، نشوف اذا كان في زرق لازق ولا حاجه، لان الزرق لما بيبقى هنا بقى الفضلات بتاعته لما بيلزق هنا يجي الذكر يطلع على الطيره دوت يعمل نظام عازل. فعشان كده الطيره ما تشيلش بذره. الكلام ده لو كان في الذكر ولو كان في الطيره. دي اول نقطه. طيب حاجه تاني برضو غير الزرق، ساعات كتيره بنلاقي حمام حوالين فتحه المخرج هنا في الحته دي بالظبط، نلاقي الدنيا يعني الريش قافل قوي. هو هنا بالنسبه لنا ايه؟ تمام، يعني عادي تمام، مفيش مشكله. بس يستحسن في الحاله اللي زي دي برضو نيجي بمقص صغير، بلاش ننتف، بمقص صغير ونشيل الفتحه اللي حوالين الريش اللي حوالين فتحه المخرج بالنسبه للذكر وبالنسبه للطيره. دي برضو نقطه، او يعني قبل النقط العلاجيه. بس دي حاجه، وهقول لكم بعد كده النقطه اللي بعدها. تاني حاجه، غالبا الحمام التقيل ما بيعرفش يشتغل في العيون يعني، او في حمام كتير ما بيعرفش يشتغل في العيون، لكن عندي طبعا شغال كله، ما كل اللي عندي تقيل بس شغال في عيون. بس في حاجات كتيره مثلا يعني انت لو شفت الذكر بسم الله ما شاء الله عامل زي البطه، فهو بيخاف يطلع على الطيره في العين دي او بيحس ان هي مزنوقه عليه. طبعا عندي احجام اكبر منه، يعني احنا لو شفنا مثلا ذكر زي ده اهو، ذكر زي ده معلش يعني قده مرتين اهو، ادي الذكر زي ما احنا شايفين، وشايفين الطيرة الطاجن بالنسبة لها زي ما يكون ايه، طبق شوربة. يعني ربنا يزيد كل الناس ويديكوا يا رب. فشغال عادي تمام، بس في حاجات زي كده ما تعرفش تطلع في عين. تاني حل ليها، وده مش حل علاج، دي حاجة بسيطة عشان بس غالبا بتبقى المشاكل البسيطة دي ما بتبقاش مشكلة اساسا يعني. بننزل الذكر يشتغل ارضي او يشتغل سايب في وسط حمام زي ده، تمام. ما اشتغلش سايب يعني، برضو عندنا حاجات مثلا لازم نكمسها، احنا ما عندناش مثلا سايب زي انا مثلا كده، انا بشغلش حمام سايب. فبضطر اعمل ايه؟ اوريكم حاجه تاني موجوده عندي للحمام اللي زي كده اهو. زي ما حضراتكم شايفين العين دي، شايفين العين زيها زي الارض بالظبط. وبالنسبه للناس اللي بتربي تقيل وبتربي الكينج، الحاجات اللي زي اللي انا وريتها لكم، والتكسان والفرنش، وخصوصا الفرنش، بتبقى العيون غالبا بتبقى شبه ده، بتبقى العيون على الارض تمام، وحجم العين ارتفاعها عالي بحدود مثلا 70-80 سنتي ماشي، وبتبقى اكبر. يعني مثلا دي عرض متر اهو زي ما احنا شايفين، عرض مثلا في حدود متر ولا حاجه، وفيها ايه كل حاجه مستريحه زي ما احنا شايفين. وبعدين ارضيه بتبقى صلبه فالذكر يعرف يطلع مستريح. واهو زي ما حضراتكم شايفين الذكر هنا لما نقلتهم حصوا هنا. طبعا اول حصوايه لسه مش متاكد ان هيعمر المره دي ولا لا، بس انا غالبا يعني عايز اقول لكم حاجه 99% عادي هيعمر عادي، لان الذكر ده كان لسه شاب صغير ويدوب لسه مخلص ريش ومسك الطيره اللي معاه دي، وصحته حلوه. يعني انا بعد بقى ما هنشوف خلاص، يعني احنا بعد ما عملنا النقطتين دول الاولانيين اللي هم مش علاجيين، يعني دول مش ده مش علاج، دي حاجه عاديه،
بعدها بقى ابتدي اشوف ادخل المرحله بقى، مرحله العلاج اللي بعدها ايه؟ ان انا ابتدي ادي الذكر فيتامينات. اهم فيتامينين، بص، رقم 1 اوميجا 3، ورقم 2 كالسيوم. اللي عنده جروفيت يدي، اللي عنده فيتا ماونت يدي. طبعا دي بالجرعات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير مع بعض. تمام. ما ظبطش معاه برضو، انا بحب اطلع في علاجات سنة سنة. ما ظبطش معاه، يبقى كده عنده حاجة مرضية. حاجة مرضية لو مش ظاهرة عليه، طالما حاجة مش ظاهرة نبتدي بقى نمشي بالتدريج. ندي في الأول ديدان، جرعة ديدان يومين بندكس. بعدين بندي كبسولة في الموكس لمدة 3 أيام. بعديها يوم رفع مناعة، وبعديها 3 أيام سنتي فيتا ماونت وسنتي جينسنج في نفس اليوم لمدة 3 أيام. بعدها بنكرر جرعة الديدان بعدها ب 14 يوم. الذكر بيشتغل معانا زي الفل. اللي ما اشتغلش يبقى الذكر ده فيه عيب خلقي. لو ما اشتغلش معانا يبقى فيه عيب خلقي، يا اما كبر سن، يا اما هو السن فيه عيب، يا اما مرض معين عمل التهابات في الجهاز التناسلي، وبعد كده اللي اثر فيه عمل مشكله كبيره مش هتتحل. يعني لو عملنا كده مع ذكر وما اشتغلش، يبقى كده نعرف ان هو كده خلاص مش هيشتغل. عشان بس نوفر على بعض، بس ما نفضلش نعالج وندي في مضادات حيويه وندي في علاجات. الكورس ده للذكر اللي عنده مشكله، اعرفوا ان هو كده كده لازم تتحل بعدها. بس ده كان فيديو سريع عشان بس نمشي خطوة خطوة، وعشان بس الناس ما تحسش ان كل حاجة، ان كل واحد عنده ذكر بيروق يتخض منه. لا عادي، كلها بتبقى حاجات بسيطة. وغالبية المشاكل اللي بتقابلنا في الحمام بتبقى حاجات مش محتاجة قلق، يعني بتحل بسهولة قوي، لانها اساسا ما بتبقاش مشكلة. بس ده كان فيديو سريع، ما تنسوش اللايك عشان الفايدة تعم، واستنونا بإذن الله في فيديو جديد.